طب انا بنشم البلكونه ومكاني واطي وجنبي عماير عاليه وعامل 11 واحده وبطلع اتعلق في المجال وبشك مع اتخن تخين، بس عندي زغلولتين مساويت فاكين 3 ريشات انا مش عارف اصنعهم ازاي. احلى واجمل صباح صباحكم يا رجاله اخواتنا وحبايبنا، اجدع جواي واجدع نشيشه. وهنبداوا الفيديو بالصلاه على حضره جمال النبي كالعاده عشان احنا ملوك السعاده. طبعا انتوا سمعتوا السؤال، وزي ما كلكم عارفين احنا كلنا في الغيه بنكمل بعض، ويموت المعلم ولا يتعلم. احلى واجمل صباح صباحك يا حبيب قلبي، ويلا نشوفوا الدنيا فيها ايه مع بعض. زي ما كلنا عارفين يا رجاله في طرايح الزغاليل ساعات بيطلع لك زغلول كده ايه كسلان شويه، زغلولتين 3 دول بيبقوا ايه، بيبقى بقى انت غصب عنك بتخش تتدخل معاهم اللي انت تقول لهم يلا بينا. هنا انت بتبدأ تحط ايدك بقى فيهم عشان تقول لهم يلا بدل ما يرنخوا. طب الزغلولتين اللي عندك يا حبيب قلبي المساويت دول احنا هنخلوهم يطيروا ازاي؟ انا هقول لك على اختيارات وانت وخيالك، تمام؟ وبرضه انت عشان المكان عندك يحكمك فغصب عنك لازم تصبر عليهم شويه. يا هتسيب الزغلولتين دول يتشببوا عندك وتبدأ تصنعهم في الحمامتين اللي بيطيروا، بعد ما الحمامتين اللي بيطيروا يخلصوا وينزلوا تبدأ تفتح لهم وتبدأ اللي انت تعلمهم الدورة معاهم وتبدأ تخليهم مثلا يطلعوا يشدوهم على فوق. دي برضو ترجع لك انت، بس هتعمل الكلام ده امتى؟ بعد ما الزغلولتين يبدأوا يتشببوا. ما عليك اللي انت هتتصرف معاهم دلوقتي، هتسيب كل يوم واحد مفتوح منهم منعا من ان الزغلول يتكتف او يتقل او اي ضرر يسيبه بسبب انه هيتقفل، تمام؟ في برضه اختيار تاني ممكن اقول لك عليه، لو في طريحة زغاليل انت هتعملها ممكن تجهزهم مع طريحة الزغاليل. مش معنى اللي هم مثلا فكوا ريشتين او 3 يتحسب اللي هم كبار، لا هم برضه في السن ده هم لسه زغاليل. وزي ما كلنا عارفين طبعا احنا كغواي حمام بيطلع في طرائح الغزار بالذات زغاليل تقيلة. الزغاليل التقيلة دي انت بتصبر معاها شوية، بس مش معنى انك بتصبر تسيبهم يبوظوا وتسيبهم يرنخوا، لا يا باشا. هنا بتبقى لمحة الغاوي انك بتنشط فرد الحمام. ممكن مثلا عندي فرد حمام بيطلع ياخد لفة ولفتين وبيجي ينزل، في فرد حمام بيطلع يمشي مع الطريحة مثلا وبيسيبهم ويرجع، في فرد حمام لسه عايز اصنعه فيهم، بس بيبقوا كلهم قريبين من بعض في السن، مش دكورة كبيرة وزغاليل صغيرة وبصنعهم في بعض. وصلت يا حبيب قلبي؟ احلى واجمل صباح صباحكم رجاله اخواتنا وحبايبنا، اجدع جواي واجدع نشيشه، ولايك وشير وكله في الخير وعلى الله ان شاء الله.